حطي الخل على السلك وانتي هتحلي اكبر مشكله موجوده عندنا كلنا. فكره بجد عبقريه هتعجبكم جدا كلكم. تابعوا الفيديو للاخر، مليان افكار حلوه جدا لكل بيت. كمان لو عندك السبونج دي والمكنه دي هنعمل بيها فكره حلوه قوي. كمان عايزه اقول لكم بالمشابك دي هنعمل فكره اختراع بجد. تابعوا الفيديو للاخر، مليان افكار ان شاء الله هتعجبكم. بس ما تنسوش اللايك يا حلوين والشير لاصحابكم. اول فكره معانا لو عندك السبونج دي او المكنه دي هنعمل بيها فكره حلوه قوي هتستغربوا جدا. لو عندك وبره في الهدوم عايزه اقول لك السبونج دي بتشلك الوبره بكل سهوله. مشكله وبره الهدوم دي يا جماعه بتضايقنا كلنا طبعا، فدي فكره سهله كده للزنقات يعني زي ما بيقولوا. كمان ممكن تستخدمي مكنه الحلاقه، لان انا شفت فيديو كده قلت ايه اجرب الطريقه. هي فعلا بتعمل، لكن بصي عايزه روح طويله، يعني الناس اللي روحهم طويله ممكن يستخدموا المكنه دي في ازاله الوبر. طبعا دي للزنقات خالص. طب انتوا عايزين مثلا تستسهلوا خالص، المكنه دي موجوده في كل الاسواق. بصراحه حلوه قوي، هي اسمها سوكاني لكن هاتوا الاصليه منها، انا جايبه الاصليه. بصوا بتشلكم الوبر يعني في ثواني، يعني بصراحه في ثواني كده بتشيلها لكم. سعرها رخيص جدا بالنسبه للوظيفه اللي هي بتعملها، بصراحه اختراع بجد. لو انتم عايزين المكان اللي انا جايبه منه هكتب لكم في الكومنتات. بصراحه بصوا بتشيل كل الوبر في ثواني، والسعر بالنسبه للوظيفه اللي بتعملها بصراحه رخيصه جدا. شفتوا خلت الهدوم بيضه زي ما يكون جديده، وبصوا شالت كتير جدا اهو. بصوا قدامكم كل حاجه. نيجي بقى للفكره اللي بعد كده، رهيبه جدا. لو عندك بقى لوح التقطيع ده، طبعا لو ساعات مثلا بنحطه على الرخامه وبيضايقنا كده وبيتحرك، اقول لك على فكره حلوه قوي، فكرتين يعني المتاح عندك. هنجيب منديل وهنجيب شويه ميه كده، هنحط المنديل وهنبخ عليهم شويه ميه كده، وبعد كده هنحط عليه لوح الخشب ده او لوح التقطيع. عايزه اقول لك بيجمد جدا جدا، ومهما تحركي فيه، بص والله انا حاولت احركه كده ما اتحركش بسهوله. طب لو مش عندكم مناديل ممكن تجيبوا فوطه مبلوله وتحطوها، وبعد كده تحطوا اللوح التقطيع ده وتقطعه بكل سهوله. فكره عبقريه جدا. نيجي بقى لو حطيت الخل على السلك، بجد احلى فكره في الفيديو وهتعجبكم كلكم. لا ده انتوا هتدعوا لي عليها. عايزه بقى لايك حلو منكم كده علشان الفكره دي بجد تحفه. هتجمعي بقى كل الالومنيوم اللي عندك، سواء السودا او مثلا المحروقه او اللي فيها بقع، هتحطي بقى السلك والخل شويه كده على بعض، وبعد كده هتدعكي بقى كل الالومنيوم. عايزه اقول لك مش هتدعكي قوي يعني، انت برضو ممكن تحطي شويه صابون، لكن انا في الاول كده جبت الصينيه دي وكانت سودا خالص، فانا حاولت يعني ان انا اشيل السواد اللي فيها. بصراحه عايزه اقول لكم هتشوفوا النتيجه بعد شويه، بجد لمعت وكانها جديده. انا حطيت شويه صابون وبعد كده عملت كل الالومنيوم ال3 صواني دول. بصوا ده قبل وده بعد، شفتوا الفرق؟ وما دعكتش خالص يا جماعه، يا دوب كده مشيت. وبصوا ده قبل وده بعد برضو، وعايزه اقول لك اكيد في يعني فرق كبير. بصوا ده كانك قعدتي تدعكي فيها ساعه. لا بجد فكره حلوه جدا، جربوها. الفكره دي بقى لهواة التصوير، لو انتوا عندكم المشابك دي هاتوا شويه كده وهاتوا 2 بس، يعني 2 بس هيقضوا غرض الفكره اللي انا هقول لكم عليها. لو انت بقى نفسك بقى تصوري كده فنجان قهوه او كده في فيديو، ممكن هتجيبي مشبكين، مشبك يمين ومشبك شمال، وهتوقفي كده الموبايل عليها. بصوا فكره حلوه قوي، والموبايل هيثبت يعني حامل ببلاش اهو يا جماعه. طبعا مشابك في كل بيت، يعني كلنا عندنا المشابك، سواء بتصوري سواء بتذاكري سواء انت عايزه توقفي مثلا التليفون عايزه تسمعي عليه حاجه. يعني بصوا حلو قوي، بدل ما تنوميه كده هتوقفيه كده بالمشبكين دول. وبصوا فكره جميله جدا، اظن استاهل اللايك عليها لانها بجد فكره حلوه قوي، ومن ساعه ما انا جربتها وهي عجبتني. تعالوا بقى بينا للفكره اللي بعد كده. ازازه زيت دي يا جماعه فيها حاجه حلوه قوي هتساعدنا كلنا، وهي في المطبخ كمان او ممكن في اي مكان موجودين فيه. هتروحي جايبه الحته اللي هي طالعه دي اللي هي عامله زي الايد دي، وهنفك الاول الغطا اللي فوق ده اللي بنكب منه الزيت، وهاتي بقى القمرين دول. وتعالى اقول لكم على فكره حلوه قوي. لو عندكم مكان كده فاضي في المطبخ نستغله، طبعا نستغله. هنروح جايبين الايد دي بتاعه الزيت، وهتحطوا عليها يا اما شمع او دبل فيس يعني المتاح عندكم، وهتحطوهم كده على الحيط. عايزه اقول لكم دي حلوه قوي، تحطوا بيها الفوط، تحطوا تعلقوا بيها اي حاجه، بس هي بصراحه حلوه قوي الفوط. يعني انت ممكن تحطوها في الحمام، ممكن تلونوها على فكره بس برضو باللون الابيض او بالاسود، اللون اللي انتوا حابينه، وكانها كده شماعه كده ببلاش. اخر فكره معانا، ولو ما كنتوش عملتوا اللايك يعني اعملوا ايه يا جماعه عشان بتعب الفيديوهات جدا.
هنحتاج حاجتين في الفيديو ده، هنحتاج دبل فيس وكمان مشابك. طب هنعمل ايه يا هاله؟ برضو هنعمل مشابك في الحيط كده بالشكل ده، وهتعلقوا بيها الفوط، برضو هتعلقوا بيها اي حاجه، وبرضو ممكن تلونوهم. انا شفت فيديو اجنبي كان ملونهم وشكلهم حلو قوي. لو عجبتكم الافكار وكنتوا معايا لحد دلوقتي ما تنسوش اللايك والشير ومتابعه يا بنات. يلا والسلام عليكم، شوفوا باقي الفيديوهات عندي ان شاء الله هتعجبكم. يلا والسلام عليكم.